في عالم مليان ضغوط، في كل ثانية أخبار، مهام ومسؤوليات. في فرق بين اللي يستنزف طاقتك واللي يحافظ عليها. النهاردة باش نتعلموا كيفاش نحافظوا على نورنا الداخلي وسط الزحمة ومع كل شيء حوالينا. عسلامة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست بين السطور. أنا ريان، واليوم باش نحكي على موضوع نحسوه الكلنا محتاجينه اليومين دول: كيفاش نحافظ على طاقتنا الإيجابية وسط كل الزحمة، التعب، الأخبار والضغوط اليومية، سواء من الشغل، من الناس، من السوشيال ميديا، أو حتى من نفسنا. لأن أوقات أكبر ضغط مش اللي بيجي من برا، بل اللي بنخلقه احنا في دماغنا. باش نحكي لكم حاجة صارت لي. كنت من الناس اللي أي كلمة سلبية أو موقف صغير ينغص يومي كله. حد في الشغل يكلمني بطريقة مش حلوة، خلاص اليوم كله يتحول توتر. حد ما يردش على رسالة، أقعد أفكر يمكن زعلان، يمكن غلطت في حاجة. ولما تشوف أخبار سلبية على الموبايل الصبح تحس إنه يومك بدأ غلط. لكن في لحظة معينة استوعبت إنه طاقتي دي مسؤوليتي أنا، يعني محدش عنده الحق يتحكم فيها غيري. من وقتها بدأت أراقب أفكاري ونتعلم شنو يدخل ذهني وشنو لا. مش سهل، بس لما تبدأ تعمل كده كل يوم شوية شوية حياتك فعلا تتغير. ناس كتير فهمة غلط إنه الطاقة الإيجابية يعني تكون مبسوط طول الوقت وتضحك مهما صار، بس الحقيقة غير كده. الطاقة الإيجابية معناها تتعامل مع الواقع بس ما تسيبوش يكسرك. يعني لما يجيك يوم صعب تسمح لنفسك تزعل، لكن ما تغرقش. تعيش مشاعرك بس تفضل ماسك في هدوءك الداخلي. زي البحر، الموج ممكن يعلي لكن الأعماق تبقى ساكنة. خلينا نحكي بصراحة على الحاجات اللي بتسحب طاقتنا كل يوم من غير ما نحس. عندنا 5 حاجات. أولا، الإفراط في التفكير. لما حاجة صغيرة تفضل تلف دماغك طول اليوم، تحلل وتعيد وتتخيل لحد ما تتعب نفسك من التفكير مش من الموقف نفسه. ثانيا، الناس السامة اللي اتكلمنا عنهم في الحلقة اللي فاتت، اللي دايما شايفين النص الفاضي من الكوباية وبيحبوا يشتكوا أكتر من الحلول. ثالثا، ضغط الشغل وعدم التوازن. لما حياتك تبقى كلها to do list وما فيهاش me time. رابعا، إدمان السوشيال ميديا. تفتح الموبايل دقيقة تلاقي نفسك بعد نص ساعة شفت أخبار، مقارنات، مشاكل ناس، وتخرج منه وانت مستنزف. خامسا، توقع الكمال من نفسك. لما تكون دايما حاطط لنفسك معايير مستحيلة وتلوم نفسك لو قصرت شوية. هديكم 7 خطوات عملية عشان نحافظ على الطاقة الإيجابية. أولا، ابدأ يومك بنفسك مش بالموبايل. قبل ما تفتح أي تطبيق خذ 5 دقايق، تنفس بعمق، افتكر حاجة تشكر ربك عليها، واشرب قهوتك أو شايك بهدوء. اللحظات الصغيرة دي تغير نغمة اليوم كله. ثانيا، نظف دماغك آخر اليوم. قبل ما تنام اكتب في ورقة كل حاجة مزعلاك، مش عشان تلقى الحل، لكن كأنك بتفضي مساحة. قول لنفسك أنا عملت اللي أقدر عليه النهاردة والباقي بكرة. ثالثا، حماية العلاقات. اختار الناس اللي تقعد معاهم، مش لازم تقاطع حد، لكن قلل وجود اللي بيستنزفك. اختار الناس اللي تقعد معاهم، مش لازم تقاطع حد، لكن قلل وجود الناس اللي بتستنزفك. وفي المقابل قرب من الشخص اللي يضحكك ويريحك نفسيا. رابعا، في أنشطة صغيرة ترفع لك طاقتك، مثلا موسيقى بتحبها،
مشي خفيف، مكالمة مع شخص ترتاح له، شم هواء نظيف حتى لو من البلكونة، شوية ضحك حتى على فيديو بسيط. خامساً، قل لأ من غير خوف أو ذنب. مش كل طلب لازم توافق عليه. اللي بيرفض كل حاجة بيخسر الناس، لكن اللي بيقبل كل حاجة بيخسر نفسه. سادساً، قلل الأخبار والسوشيال ميديا. اختار وقت معين تتابع فيه وبعدها افصل. مش لازم تعرف كل حاجة بتحصل عشان تبقى إنسان واعي. سابعاً، مارس الامتنان اليومي. كل يوم قبل ما تنام افتكر 3 حاجات بسيطة تشكر ربك عليها. هتلاحظ بعد أسبوع إنه نظرتك للحياة كلها اتغيرت. الطاقة مش بس إحساس، هي حالة في الجسم. الدراسات تقول إنه الناس اللي حافظوا على روتين ذهني بسيط زي التأمل أو الكتابة أو المشي اليومي بيبقوا أقل توتر، نومهم أعمق ومناعتهم أقوى. والعكس صحيح، لما تسيب التوتر يتراكم جسمك بيتعب، وجسمك بيتكلم بطريقته، مثلا صداع، خمول، تعب بلا سبب أو نوم مش مريح. مرة كنت في فترة فيها ضغط فظيع في الشغل، كله ديدلاينز ومكالمات ومشاكل ومفيش دقيقة راحة. قررت أعمل تجربة بسيطة، كل 2 ساعات أقوم أتمشى 3 دقايق، أشرب مية، أتنفس بعمق، بس كده. في آخر اليوم اكتشفت إنه مزاجي ثابت، مش متعصب ومش حاسس بالإرهاق المعتاد. من ساعتها بدأت أؤمن إنه الراحة الصغيرة مش رفاهية، دي ضرورة. الطاقة الإيجابية مش بس جهد ذهني، فيها بعد روحي كمان. لما تصلي أو تتأمل أو تحمد ربنا من قلبك تحس بطاقة سلام داخلية. سلام ما يجيش من لايكات ولا نجاحات، بل من إحساسك إنك في مكانك الصح. كل مرة ترجع لنفسك تكسب شوية من طاقتك اللي ضاعت وسط الزحمة. شنو أكثر حاجة تحس إنها تسرق طاقتك اليومية؟ هل في عادة معينة تساعدك ترجع طاقتك؟ جربت قبل تمارس روتين طاقة؟ يعني حاجة صغيرة يومية تعملها بس عشان تريح دماغك؟ اكتبوا لي تجاربكم، يمكن ناخد منها ونشاركها في حلقة جاية. في الآخر، طاقتك هي رأس مالك الحقيقي. فلوسك، شغلك، علاقاتك كلها تتأثر لو طاقتك خلصت. فاحميها، راقبها وازرعها كل يوم بحاجات بسيطة. ولو يوم نزلت طاقتك عادي، ده مش فشل. خد وقتك وارجع تاني. أنا ريان، وده كان بودكاست بين السطور. خلي طاقتك دايما نقية ووعيك صاحي. نشوفكم في الحلقة الجاية. سلام.